وصفتنا لليوم أصابع زينب المقرمشة بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. احتجت لي كوبين من الدقيق، نص كوب من السميد، ملعقة كبيرة من السكر، المحلب وبهارات المعمول والخميرة والملح. قلبت المكونات الجافة، واليوم بوصفتي حستخدم زيت ساني كرانشي لايت ممتاز الزيت. أضفت ثلث كوب من الزيت وعجنتها بالحليب الفاتر. سبتها ترتاح لمدة ربع ساعة وبدأت أشكلها بهذا الشكل على شكل أصابع، وأستخدم الصفاية وأشكلها بهذا الطريقة. ولقلي أكثر قرمشة أكيد حستخدم زيت ساني كرانشي لايت وأعتمده بكل وصفاتي وطبخاتي. نزلت الزيت وبدأت أنزل الحبات وأقليها تكون درجة حرارة الزيت متوسطة، وبعدها نزلتها بالشيرة الثقيلة وقلبتها وصفيتها. واسمعوا صوت القرمشة. وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.